والفيديو ده جميل مباشر من قهوة اف. بس الأول، هو الأبوستروف دي مع بيتر هو اختصار لهاد؟ وهاد بيتر دي لو جت واف موجودة هيجي ورا اف مضارع بسيط؟ أيوه. طب الأبوستروف دي مع راذر هو اختصار لوود؟ أيوه. ولو جه معاها اف هيجي معاها مضارع بسيط؟ أيوه. المقدمة دي عشان تقولك إن اللي موجود في قهوة اف دي على طول وما بيمشيش، هو زي ما انت هتشوف دلوقتي كده، الراجل اللي قاعد على الكرسي ده، المضارع البسيط، هو ده اللي موجود على طول في قهوة اف وما بيمشيش. يعدي عليه ناس مختلفة أشكال من ألوان وهو زي موجود ما بيمشيش. يعدي عليه الفاعل والمصدر، هو ما بيمشيش. الفاعل كان والمصدر، الفاعل ماي، الفاعل شال، ما بيمشيش. وبيعبر هنا عن الاحتمالات أو الإمكانية، لحد ما يعدي عليه واحد غريب شوية ولبسه غريب وهو هاد بيتر. فهاد بيتر تعبر عن معنى تاني خالص وهو النصيحة القوية. فلما اجي اقول لك if you are sick you had better see a doctor، معناها ايه؟ معناها انك لو تعبان نصيحة قوية انك تشوف الدكتور. يعدي عليه واحد تاني وشكله غريب برضه تاني وهو وودراذر. بس وودراذر تعبر تعبير تاني وهو التفضيل، يعني ده هو الأفضل. يعني أقول if I have time I would rather stay at home. لو عندي وقت أنا بفضل إن أنا أقعد في المنزل. يبقى خلي بالك يا جميل، الأبوستروف دي مع بيتر هو اختصار لهاد، الأبوستروف دي مع راذر هو اختصار لود. يعدي واحد تاني شكله غريب برضه ويعبر عن نصيحة وهو يا إما المصدر أو دونت والمصدر. يعني المصدر ينفع يجي في الشق التاني مع اف لوحده؟ أيوه. ودونت والمصدر ينفع يجي في الشق التاني مع اف لوحده؟ أيوه. if you needed help just call me. لو بس احتجت أي مساعدة اتصل بيا. يبقى خلي بالك إن المصدر بيجي لوحده في الشق التاني أو دونت والمصدر مع اف. وفي النهاية يا جميل، دول كانوا اللي بيعدوا مع اف على اف وهي معاها مضارع بسيط. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وما تنساش تشير الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.